عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا بقى النهاردة نعمل احلى والذ موزة. بتشوفيها في المطاعم بتبقى دايبة كده واللحمة بتقع من على العظمة بتاعتها. طب بتشوفي الفود بلوجر هما بيعملوا ريفيوهات المطاعم وبتبقى اللحمة زبدة كده وطرية معاهم. عايزة اقولك زبدة طرية جدا وبتدوب في البق. تعالي النهاردة اقولك ازاي تعمليها ومش هتقفي اكتر من 3 دقايق في المطبخ. معايا في الاول بصلايه، فلفل اخضر او فلفل الوان، وطماطم كلهم متقطعين شرايح او جوليان بالشكل ده. هحطهم في الصينيه بتاعتي وهحط عليهم معلقه صغيره من الملح، وكمان عليها معلقه صغيره من الفلفل الاسود او نص معلقه صغيره يعني براحتكم. عليهم معلقتين كبار من الزيت. قلبيهم بقى مع بعض كده علشان يتبلوا. حطيت ملح وفلفل اسود، قلبتهم كويس بالشكل ده. هفردهم كده في الصينيه. وبعدين معايا التوابل بتاعتي، معايا عود قرفه، معايا ورق لوري، حبهان او اللي هو الهيل، ومعايا كمان قرنفل. التوابل الصحيحه قلتلكوا عليها، اقول لكم على التوابل الباودر دي بعد شويه. بس احنا حطينا في الاول التوابل الباودر ملح وفلفل اسود. اللي حطيته بعد كده عود قرفه، ورق لوري، حبهان اللي هو الهيل، وكمان القرنفل. حطيتهم فردتهم وزعتهم بالشكل ده. ومعايا هنا الموزة بتاعتي. خطوة مهمة جدا تنشفيها كويس جدا بمناديل كده وما بتتغسلش، مجرد ما بتنشفيها كده وخلاص. معايا هنا صباع من الزبدة. التوابل الباودر اللي كانت معايا في الطبق كانت ملح، فلفل اسود، ورشة من جوز الطيب. بس كده هي دي التوابل بتاعتك. حطي ملح، فلفل اسود، رشه من جوز الطيب على الزبده وقلبيهم مع بعض كويس جدا. وترجعي بقى للموزه بتاعتك واعملي لها احلى تدليكه واحلى مساج واحلى كفر بالزبده بتاعتك كده من بره. شفتي سهله وبسيطه ازاي؟ عايزه اقولك مش هتقف اكتر من 3 دقايق صدقيني، وهتطلعي من المطبخ وهي بقى تستوي براحتها وتبقى جاهزه معاكي. طيب ماشي، ايه السر برضو اللي بيخلي اللحمة تبقى دايبة معانا كده وهي في المطاعم بتبقى دايبة كده وبتقع من على العظمة بتاعتها؟ السر كله في التسوية. تشغلي الفرن بتاعك على اعلى درجة حرارة، يسخن كويس جدا، وبعدين تهدي النار على درجة حرارة هادية شوية، وتسيبيها بقى براحتها خالص تستوي على نار هادية. ده اللي هيخليها معاكي طالعة دايبة وزي الزبدة، واللحمة بتاعتها بتقع من على العظمة بالشكل ده. جبت هنا بقى ورقة زبدة، حطيتها كده على الموزة بتاعتي بعد ما حطيت الموزة على الخضار اللي حطيته في أرضية الصينية، وغطيتهم كمان بورق فويل كويس جدا. وقفلي كويس، اكتميها كده كلها علشان تاخد وقتها في السوى والبخار بتاعها يسويها كويس. بعد بقى ما عدت ساعة وهي في الفرن بطلعها، بشيل الورق، وكمان بجيب الفرشة وبدهن الموزة بتاعتي بالصوص اللي نازل، بالدهون اللي نزلت مع الخضار من تحت. دي الدهون اللي نزلت من الموزة وكمان الزبدة اللي حطيناها. فباخد من الصوص ده كده وبدهن الموزة بتاعتي، بدخلها الفرن وبغطيها تاني وبدخلها الفرن، وكل نص ساعة بطلعها أدهنها بنفس الطريقة. وباجي في آخر 10 دقايق بشيل ورق الفويل لما تبقى استوت تمام. بشيل ورق الفويل واسيبها بس تحت الشواية كده تاخد لون. شايفين لونها عامل ازاي؟ خطيرة وتجنن، لونها يجنن. وعايزة اقولك الخضار اللي من تحت ده مع الصوص اللي نازل من الموزة بتاعتك طعمه خطير جدا. يعني تكليب العيش او تكليه جنب الرز كده طعمه في عالم اخر. انا كنت عاملة رز بشعرية وهبقى انزل لكم طريقته في فيديو مرة كمان مرة جاية يعني. وتعالوا نقدم الموزة بتاعتنا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ خطيرة يا جماعة، طعمها يجنن يجنن. جربيها وفعلا مش هتاكلي موزة برا البيت تاني. عمليها بالطريقة دي ودي هتبقى طريقتك المعتمدة لعمل الموزة الضاني في البيت. جربوها وهتعجبكم. وتعالوا نشوف شكلها وهي بتدوب كده واللحمة بتقع معانا من على العظمة بتاعتها. شايفين دايبة ازاي؟ مش محتاجة ولا شوكة ولا سكينة ولا اي حاجة ولا حتى تدخل بالايدين. هي بتدوب زبدة حرفيا بمعنى الكلمة. وما خدتش معاكي 3 دقايق وانتي واقفة في المطبخ وسبتيها في الفرن استوت براحتها. الايدين اللي بتفصص دي مش ايديا على فكرة، بالهنا والشفا. هتاخد معاكي في الفرن تقريبا 3 ساعات وهتبقى جاهزة بالشكل ده. جربوها هتعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وتقولي لي ايه رأيك في الوصفة بتاعت النهاردة. ولو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي، تعملي سبسكرايب وتفعلي زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي تنزل وصفة جديدة كل يوم. اشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.